أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم وحيثما وجدتم آسفة. نتمنى تدعمونا في القناة خوتي خياتي فضلا منكم وليس أمرا مني، وتابعوا تابعوا ما قاله وزير التربية حول إيقاف دروس الدعم والعقوبات المترتبة في هذا الموضوع. هذا الموضوع بزاف ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الشوارع وفي الطرقات، الكل راح يتكلم على هذا الموضوع اللي قلق بزاف امهات واللي قلق بزاف لهم كارين الحوانت ولاهم كارين لهم دايرين دروس الدعم. نورمالمون هذا القانون يكون هذا القرار يكون قبل دخول المدرسة وليس في منتصف الدراسة، وأنا ضد هذه الفكرة، لكن سنناقش هذا الموضوع معكم بعد استماع إلى وزير التربية محاربة دروس الدعم. وهذه في الحقيقة واحدة من الأشياء التي يعني لابد أن نتحدث فيها، وهو إشكال وما نخافوش منه على كل حال، ونواجهوا المشاكل بكل قوة وبكل جرأة من طرف مؤسسات الدولة باش نواجهوا هذا الإشكال وغيره من الإشكالات. لا أخفيكم أنني تناولت الموضوع هذا قبل أن آتي إلى الوزارة أين كنت. كان انشغال طرح علينا وبدأنا في دراسة الإشكال الذي يتعلق بدروس الدعم. أنا أقول لكم ما يتعلق باختصاص وزارة التربية الوطنية داخل المؤسسات التربوية، استراتيجية الوزارة داخل المؤسسات التربوية اللي هي المكان نتاع الاختصاص. بعد الاستماع لوزير التربية حول إشكالية دروس الدعم ومحاولة إيقاف دروس الدعم التي أثارت جدلا واسعا وأثارت ضجة إعلامية وحتى ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتمنى خوتي خياتي تدخلون تعاليق أذكركم ضد أم مع فكرة إيقاف دروس الدعم، وخاصة للأمهات اللي راهم يقروا والأمهات اللي راهم يخدموا والأمهات اللي راهم دايرين دروس الدعم لولادهم والأمهات اللي ما قراوش يعني ما يعرفوش يقراو ولادهم. نتمناو تبانوا في التعاليق باش نشوفوا أذكركم ضد أم مع فكرة إيقاف دروس الدعم. نتمناو المناهج الدراسية والبروغرام الدراسي هو اللي يتغير، وينقص من حجم الساعي للتلميذ من الأستاذ باش يقدر يقري آلاز، وينقصوا في المناهج الدراسية اللي راهي مكتظة على التلميذ اللي ما يقدرش يتعامل مع كثرة المواد وكثرة دروس الحفظ. يعني كتب راهي تلقاي سنة أولى عنده 4 كتب 5 كتب في ظهره، الكتاب ما يحفظها ما يقدرش يرفدها. نتمنى إعادة النظر في المناهج الدراسية وفي حجم الساعي للأستاذ باش يقدر يوصل المعلومة للتلميذ. وهذا القرار جاء نورمالمون يجي في أول دخول المدرسي وليس في منتصفه، باسكو كاين ناس بزاف راهم كاريين حوانت وكاريين باش أماكن لدروس الدعم، والتلميذ اللي عنده الباك والبيا ماشي وقتها باش يحبس دروس الدعم اللي راهو خالص اللي خلص على العام، واللي يعني حتكون هناك خسائر وما شكيتش ناس يسكتوا على هذا الموضوع. نتمنى تكون دراسة محكمة في هذا وهذا القرار ان شاء الله ما يطبقوش هذا العام في منتصف العام، يعني عم يهضروا علينا ما راح يطبقوا ابتداء من الشهر المقبل، لكن نتمنى يكون الخبر ماشي مؤكد 100%. يعني تكلموا في هذه الإشكالية لكن ما زال القرارات لم تؤخذ بعد. سنتحدث في موضوع آخر حول منحة الماكثة في البيت، تسجيلات وقتاش بدات وشكون هما الفئة المالية والفئة التي ستقصى من هذه المنحة، وراح نفهمكم مليح خوتي خياتي في هذا الموضوع. ما عليكم غير تخليوا لي تعاليقكم اسفل الفيديو، نقرا في التعاليق وراح نجاوبكم في الفيديوهات التي سيتم نشرها. والسلام.